السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم جميعا. نشكركم على المتابعة. إن شاء الله الموضوع ديالنا اليوم غيكون واحد الموضوع اللي كيهم المهاجرين والإيطاليين بصفة عامة في حد سواء إن شاء الله. هذا الموضوع ديال قانون الموازنة ديال الحكومة الإيطالية في 2019 باش تكون شي تخفيضات الضريبية فقط لأولئك الذين يدفعون عن طريق أجهزة الصرف الآلي. أجهزة الصرف الآلي، بطاقة السحب الآلي أو بطاقة الائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع أو الشيك البنكي أو الشيك المصرفي أو التحويل المصرفي. فيما يخص المؤشرات التي قدمها أدي كونسوماتوري حول النفقات التي يجب تتبعها، الفحوصات الطبية المتخصصة التي يتم إجراؤها في هيكل غير تابع للخدمات الصحية الوطنية، بحال شي ستروتورا كونفيسيوناتا، ماشي بحال برونتو سوكورسو ولا شي اوسبيدال كتمشي ليه. ثانيا، رسوم لشراء المنزل الأول، بحال الا غادي تخلص النوطايو ولا غادي تخلص شي حاجه اللي هي متعلقه بديك الدار اللي شريتي، ضروري تخلص بكارطه دي كريديتو ولا شيك ولا بانكومات. المهم حاجه باش تكون اطرت شابي باش يتبعوها هما. ثالثا، النفقات الأنشطة الرياضية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 18 سنة. رابعا، النفقات المدرسية ما فيها لاسيكوراسيوني، فيها المنسة ديال الدراري، فيها الرحلات المدرسية، فيها المهم جميع الخدمات اللي متعلقة بالمدرسة ولا الونيفرسيتا ولا سوبريوري. المهم اي حاجه متعلقه بالمدرسه خصك تخلصها بكارطه دي كريديتو ولا بانكومات ولا بونيفيكو بانكاريو. خامسا، التأمين، القضية ديال لاسورانس حتى هي خصها تخلص بالبونيفيكو ولا بانكومات ولا كارتا دي كريديتو. لاسورانس ديال الطوموبيل ولا لاسورانس ديالك انت نيت الحياة الانسان الا دار شي لاسورانس ديال الدراري ولا ديال العائلة ولا ديال الدار، حتى هي خصها تخلص كيما كاع الاخرين تخلصوا بانكومات ولا كارتا دي كريديتو ولا بونيفيكو. سادسا، لابونامينتو ديال ترانسبورتو بوبليكو، هذيك لابونامينتو ديال الطوبيس ولا ديال الترام ولا ديال الكار ولا ديال التران، هادو كاع خصك تخلصهم بالبانكومات ولا كارتا دي كريديتو ولا السندكات حتى هو ولا ضروري باش يتخلص ببانكومات حتى هو. سابعا، القضيه ديال الكري حتى هو خصو يتخلص بالبونيفيكو، ما عمرو يتخلص كونطانتي باش تعطي الفلوس غير هكاك مول الدار. ديما بقاو ديروا ليه البونيفيكو، ولا البونيفيكو هو الحل الوحيد باش تستافدوا ان شاء الله في الاخر ديال السنه، حيث الحكومه الايطاليه غادي دير واحد المكافاه سميتها بونوس بيفانا. بونوس بيفانا يحق لأي شخص يقوم بشراء البضائع والخدمات الخاضعة للضريبة القيمة المضافة أن يحصل على بونوس بيفانا، بشرط أن يستخدم طريقة الدفع القابلة للتتبع، هو تشجيع الظهور. وبالتالي فإن أي نفقات يتم إجراؤها بطريقة مثل بطاقة الائتمان أو بطاقة الخاصة أو الشيك أو التحويل المصرفي تساهم في حساب المكافأة. المكافأة هي تقريبا غادي يعطيو فيها 475 أورو ديال المكافأة ديال بونوس بيفانا. المهم في هذا الشيء كله ان شاء الله بغيناكم تستافدوا من هاد المكافآت، واللي مشى لشي بلاصه باش يخلص بكارطه دي كريديتو ولا بانكومات ولا البونيفيكو ما بغاوش، قالوا ليه بغاو الفلوس كونطانتي، يرفضوا ليهم، حيث قانونيا دابا ولا اوبليغاتوريو اي نيغوسيو ولا اي بلاصه اللي هي
اللي غادي تخلصوا فيه الفلوس ديالكم. كنقولوا لكم ترفضوا، باش ترفضوا هذاك الامر وتقولوا ليه حنايا بغينا نخلصوا قانونيا باش تستافدوا ان شاء الله. والقضيه ديال البنزينه ولا غازوليو، الحكومه هضرات على غتهضر عليه في لوليو القادم ان شاء الله، على حساب غادي يقدروا يديروا شي تخفيضات على البنزينة ولا غازوليو. هذا ما عندنا اليوم إن شاء الله. نشكركم جميعا إخواني أخواتي أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.